وهنا الطماطم كنت غسلتها وخرطتها وضربتها في الخلاط، تبقى محتحته كده بالشكل ده، ما تبقاش ناعمه يعني، ما تنعمهاش، لا بتديها تكات كده، بتبقى بالوضع ده. طبعا هنا كانت البطه كانت خلاص استوت، وهدخلها بقى طبعا الفرن وكده زي ما حضراتكم شايفين. وهنا طبعا قلت لكم انا هحط فلفل اسمر، وطبعا واقدام طبعا، يا اما اقدام يبقى طبعا زي ما تحبي. انا هحط زيت، وكنت لفيته انا بقى وعملت حطيته في الحله كده المحشي زي ما حضراتكم شايفين. الحتت بتاعه الطماطم باينه اهيت، ودي المية بتاعت المحشي، لان طبعا بينزل من البصل مية، وبتنزل كمان يعني من الخضرة مية وكده، فدي طبعا المية بتاعت الخضرة والطماطم. وكمان انا حطيت صلصة وحطها في مية، في شوربة وحطها عليها برضو من شوربة البطة. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين هي برضو بصي كلها طبعا صلصة وطماطم وعصير طماطم. فطبعا هنا هجيب طبق يكون كبير كده يعني يكون في الحلة، علشان لازم تحطيه في الحلة كده عشان ما يطلعش قابب من ناحية وناحية لأ. فده بيحكم يعني ان هي متعلاش، يبقى كلها مسطحة كده سطر واحد. وطبعا لما هنحط بقى طبعا الشوربة اللي هي بالصلصة ومية المحشي، وطبعا هنحطها وهنقلبها كده ببعضها، وهنقيمها على النار ونغطيها. بنعلي طبعا يعني بتحطيها على نار متوسطة، بحيث لما الشوربة دي يشربها المحشي، تبدأي بقى تشيلي الطبق. هتلاقيه كله سطح واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين كده كله، مفيش حتة عالية مفيش حتة واطية، كله سوا بعضه. طبعا هو عشان يستوي لازم يشرب لسه فيه شوية فيه شوربة برضو. فلما يشربها خالص 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 هتبقى خلاص هي كده استوت. وهنا كنت بقيم بقى الملوخية على النار، وطبعا لحد ما تطلع فقاقيع كده وتفور. خلاص هي كده خلاص استوت يعني بقت تمام. ودي طريقتي. طبعا بجيب توم مفري، وطبعا كزبرة ناشفة، وبنعمل التقلية